السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. دوما الاشتراك ثم الاشتراك ثم الاشتراك ثم وضع زر لايك لهذا الفيديو حتى نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله. اليوم سنتكلم عن المباراة الودية التي جمعت الفريق الجزائري بمنتخب بورندي المغمور والمتواضع، والتي انتهت بفوز الفريق الجزائري ب4 أهداف نظيفة من توقيع اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة 19، ثم رياض محرز في أواخر الشوط الأول، وإسلام سليماني في الدقيقة 84 من المباراة، وهدف ثالث ورابع أخير لمحمد الأمين عمورة. فوز ب4 أهداف مقابل 0. المباراة كانت طبعا قاسي والداني، وكل الناس كانت تعلم بأننا سنفوز على بورندي وعلى منتخب الطوغولي المحليين. هذا أمر لا جدال فيه. السؤال المطروح لكل المتابعين المؤيدين لفكر بالماضي والمعارضين لفكر بالماضي: ماذا استفدنا من هذا التربص؟ ماذا استفادت التشكيلة من المباراتين عدا الاستفادة الوحيدة وهي استفادة التأقلم مع المناخ؟ ماذا استفدنا؟ ماذا حصلنا على في هذه المباريات؟ هل اختبرنا اللاعبين؟ هل عالجنا مشاكلنا؟ هل وجدنا حلول؟ هل فهمنا كيف يلعب منتخبنا؟ هل لدينا طريقة لعب؟ أكيد كل واحد عقلاني ومنطقي يقول لكم لا، طبعا لا، لأننا واجهنا منتخبات لا يمكن بالمرة أن تحكم على نفسك. لا يمكنك أن تحكم على نفسك، ولا يمكنك أن تقوم أو تعرف عيوبك وتحسن أخطائك وتجد الحلول لما حدث. هذا هو الإشكال الكبير. فوز صحيح ب4 أهداف، صحيح بونجاح سجل، صحيح رياض سجل، صحيح عمورة سجل، وإسلام سليماني هدف ثاني في مباراتين. ولكن هل حقا الهجوم جيد؟ هل حقا دفاعنا لم يتلقى أي هدف؟ هل حقا هو جيد؟ هل حقا أن التشكيلة فيها انسجام وتأقلم وعندنا صلابة في الدفاع والهجوم؟ طبعا لا يمكن الحكم. طبعا هاتين المباراتين هما مجهولين، يعني مجهولين، مثل في الرياضيات تجد المجهول. هكذا نحن فريق يعني لم نفهم إطلاقا بالماضي ماذا استفاد. سألوه يا سيدي، لن يقول. أتحداه وأتحدى أي واحد منكم راح يتابع هذا الفيديو أن يجد استفادة واحدة فقط ما عدا المناخ. واحد ما يقول لي اللاعبون تأقلموا مع المناخ، ولكن أي واحد يعني عاقل، الناس كلها واجهت نفسها. اليوم فرضا منتخب زامبيا لعب مع الكاميرون مشاركان، البارح نيجيريا مع غينيا مشاركين، المغرب كانت تلعب مع غامبيا مشاركين. كل الناس منتخب تونس كذلك يحضر، الله أعلم يلعب بالك غدا ولا يلعب، المهم عنده مباراة مع راس الأخضر. نعم، منتخب مشارك. مصر مع تنزانيا مشارك. يعني بالماضي وحده هو خارج البوصلة، خارج القطيع، يلعب مع منتخبات غير مشاركة وهو يستفيد. يعني هو أفضل من 24 مدرب اللي راح يشاركوا. المنتخبات كامل لعبت مع منتخبات مشاركة إلا جمال بالماضي، الله يبارك، عنده قدرة خرافية، ولا عنده ما على باليش، وعنده حنكة إضافية على الناس، هو خارق وليس مثل باقي المدربين وباقي الناس. فهو اختار مع منتخبات غير مشاركة وسيستفيد، يخرج باستفادة. صدقوني أنا ما فهمتش أصلا ما الفائدة من هذا التربص. أنا كنت أتمنى أنه يلعب مباراة سيدي، على الأقل المباراة الأولى كانت تكون مع منتخب مشارك باش يشوف نفسه، يشوف الفريق، يشوف اللاعبين، يشوف المستوى، يشوف الانسجام. واليوم يا خويا يلعب مع هذا المنتخب البولندي الضعيف باش يطلع اللاعبين المورال. يعني مثلا كانوا يسجلوا أكبر قدر من الأهداف باش المهم اللي ما كانش يسجل تفتح له الشهية، واللاعب اللي ناقص منافسة وغايب عن التسجيل منذ ما على باليش فترة طويلة يستعيد هذيك الحس التهديف، ويستعيد هذيك الحرارة وهذيك الروح وهذيك النشوة والفرحة قبل الدخول في الرسميات. المهم شوفوا، نختم بالقول هذا: احنا ما على بالناش بمنتخبنا في أي مسار حاليا. واحد ما على باله هل نحن في فورما أم نحن في كارثة. لا أحد يعلم. الشيء الذي نتفق عليه
كلنا مع الفريق الوطني، كلنا نرشح الفريق الجزائري للتتويج باللقب. مهما قال بالماضي لسنا مرشحين، ومهما حبوا يبعدوا الضغط، نحن مرشحون، مثلنا مثل كوت ديفوار، مثل السنغال، مثل مصر والمغرب، وبدرجة أقل نيجيريا بسبب أنه ما عندوش مدرب. فهذه المنتخبات هي المرشحة. اليوم موقع أوبتا العالمي دار إحصائية ووضع الجزائر كرابع المرشحين. يعني واحد ما يخدعكم ويقول أن الجزائر ليست مرشحة. إمكانيات الفردية عندنا، دائما نقول بالمعايير الإفريقية وليس بالمعايير العالمية. لو تقارن تشكيلتنا مع المنتخبات الأخرى فنحن كذلك نملك فرديات لامعة وأسماء ثقيلة وفي جميع الخطوط، وتلعب في أندية أوروبية محترمة جميعا. الإشكال هنا، وليس الإشكال بل الخلاصة، مثلما المصريون لاعبين سابقين مثل أحمد حسام ميدو، بوتريكا، كلهم قالوا مصر حينما تبدأ أي نسخة من الكان مصر مرشحة. نعم، نحن كذلك مرشحون بحكم الكرة، بحكم التعداد، بحكم التاريخ، بحكم أننا البطل ما قبل الأخير، وفي أرض مصر، في أرض بوتريكا وميدو. يعني يا بوتريكا وميدو، قبل أن ترشحوا منتخبكم عليكم أن ترشحوا الجزائر، لأننا المنتخب الذي فاز باللقب على أرضكم. ولكن بالنظر للمعطيات فنحن نجهل منتخبنا. ممكن الجمهور الوحيد في إفريقيا الذي يجهل منتخبه في الوقت الراهن هو نحن. لا نعلم هل نحن وصلنا إلى مرحلة التحضير الجيد أم نحن لم نحضر أصلا، والواقعة والكارثة الكبرى ستكون بعد دخولنا أول مباراة مع منتخب أنغولا. ولا نتمنى أن نندم وتظهر العيوب كلها في مباراة أنغولا، ولم نكن لا بحثنا عن الحلول ولا بحثنا عن المشاكل ولا بحثنا على إيجاد الحلول. هنالك لا ينفع الندم ولا ينفع الاعتذار، ولن ينفعكم هذه المرة الاختباء وراء الرطوبة ووراء الأرضية ووراء التحكيم. فانتظروا رد فعل قاسم للدار من جماهيركم قبل الجماهير المنتقدة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.